الدوري ورجع لنا الأهلي بمشاكله. مبروك لكل الأهلاوية، مبروك الفوز. وزي عادة الأهلي مستر اوف سسبنس، بس احنا متعودين مالناش دعوة بالنتيجة. احنا دايما بنتكلم بالعقل وبنتكلم من دماغ ثعلب. يلا بينا نبدأ. عشان نحلل صح لازم نفتكر ايه هي كانت مشاكل الأهلي الموسم اللي فات. مشاكله اتحلت ولا هو داخل بيها الموسم ده؟ الأهلي الموسم اللي فات ما كانش عنده مشكلة هجومية، بالعكس كان عنده تخمة في المهاجمين، واحنا طبعا فاكرين الأسماء. لكن في لسه مشاكل في بعض المراكز جوه النادي الأهلي. هل هو النادي الأهلي حلها ولا لا؟ مشكلة النادي الأهلي الموسم اللي فات مش ان هو بيعرف يجيب اجوان، لا، كانت الاجوان بتخش فيه بمنتهى السهولة. مشكلة الأهلي ما كانتش في الأسماء الهجومية أبدا، كانت عنده مشكلة في الطريقة العقيمة اللي بيهاجم بيها الفرق وخصوصا المتكتلة. مشاكل الأهلي كان دايما بيجيب صفقات غامضة ملهاش تأثير ولا لون ولا ريحة، ولا عارفين هي ماشية مع المنظومة ولا جاية تعزف لوحدها. هسألكم سؤال وهشوف اجاباتكم في التعليق. لو جبتم الاهلي الموسم اللي فات وحطيت معاه الماتش بتاع النهارده، هتحس باختلاف ولا هي نفس الغلطات وهي نفس الثغرات مع اختلاف الاشكال، المدرب ولاعيبه، لكن في الاخر هي نفس الثغر ونفس المشاكل؟ هشوف تعليقاتكم وهقرا الكومنتات، وهتنسى الشير واللايك والكومنت. النهارده أول مباراة للأهلي ولسه الموسم في أوله، فأنا هكون لطيف، عشان كده هعمل بواجب الضيافة. ليك 3 مباريات، مش هقرص عليك أوي، هسيبك وهحط بس النقط فوق الحروف، وهخليك أنت اللي تشوف الغلطات قبل ما أي حد يحلل. علشان كده كلامي مش هيبقى قوي، احنا بس هنحط بعض الرطوش وهنتكلم بأسلوب بسيط. هل احنا مختلفين ان دايما الاهلي مهما كان الموسم اول الموسم دايما بيكسب بفرق سكور؟ صح، مع اي مدرب جديد على الاقل المدرب لسه ما اتحفظش لا فكره ولا خطته ولا اسلوبه. لكن النهارده انا لا شفت خطة ولا اسلوب، انا حاسس ان المدرب ده واقف. لو شلت وشه هتلاقي مدرب الاهلي الموسم اللي فات، هتشيل وشه هتلاقي مدرب الاهلي الموسم اللي قبله، وهكذا. مفيش اي تاتش، مفيش اي لمسه، مفيش اي فكره. المشاكل هي بل والعكس بدأت من اول المباراه، وكمان مع مدرب صغير. بجد انا فخور بيه، وان شاء الله المدرب ده يبقى ارتيتا. انا حاسس ان هو شبه، بس بسبب المدرب ده خلانا نقول ان الاهلي في خطر. الاهلي ما بقاش حد محتاج يذاكر المدرب، الاهلي بقى محفوظ، معروف فين مشاكله وبيتلعب عليها وبتجيب اجوان. انت الموسم اللي فات خارج منه علشان اكبر مشكلة عندك انك خط الدفاع مستباح. طب والنهارده كان ايه؟ هو فين خط الدفاع؟ اي مدرب في الدنيا بيكلم اللعيبه والكوره معاه وهو رايح يهاجم، بيكلم خط الدفاع بيوقفه، بيعرف ينظمه، يعني بيظبط الدفاع والكوره معاه. لكن بص للمدربين هتلاقيهم بيبصوا مع الهجمه، بيشوفوا ازاي يطوروها، وده مش صح، ده مش مكانه يا كابتن. المكان ده مكان التدريب، انك ازاي تعمل الخطة، ازاي تحفظهم الجمل. لكن في المباراة خلاص، زي ما احنا بنقول اللي ذاكر ذاكر. الصح انت بتوجه خط الدفاع بتاعك وبتوقفه صح، والكرة معاك، عشان اللحظة اللي هتفقد فيها الكرة لازم تبقى عارف واللعيبة بتاعتك عارفة ان هنا الكرة هتتقطع، ان هنا مصدر الخطورة، ان اللاعب ده هو ده اللي هيجري. انا مرضتش اتكلم بعد ماتش برشلونة عشان خاطر لو اتكلمت اقولك الفرق كبير، وبصراحة احنا ما مسكناش الكرة اصلا عشان يبقى فيه تحليل للاهلي ولا شفت اي حاجة فسكت. لكن الماتش ده هو بيثبت كل الغلطات اللي انا شفتها في ماتش برشلونة. المدرب تدخلاته ضعيفة وافكاره اضعف. اتمنى ان اطلع غلطان من كل قلب،
توقعاتي الشخصية مش هقولها دلوقتي. ليك 3 مباريات عندي، بس خلي بالك ان السكور او الكريدت بتاعك قليل قوي او مفيش. زيزو طرف، حد يكتب له في البطاقة يا جماعة زيزو بروفايل لاعب طرف، شكرا. بس ما عندوش اي حاجة تانية، اي مركز تاني مش هيعرف يديك فيه اي حاجة. انت بتفقد لاعب بمجرد ان زيزو بيسيب الخط بتاع الجنة. يا كابتن انت محتاج صانع العاب في نص الملعب. امام تعبان، امام زعلان، امام مش موجود. الاهلي ما عندهوش غير امام ثم مفيش. الاهلي ما عندهوش غير هاني ثم مفيش. احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة هاني من ناشئ، كنا بنقوله هاني ناشئ، دلوقتي الكابتن هاني اللي مفيش زيه. والحمد لله على نعمة هاني، عشان انت اصلا ما عندكش باك شمال، انت اصلا ما عندكش 2 سيرد باك يشيلوا الاهلي. مفيش. مش دي كانت مشاكلك؟ كوكا بعيد جدا بقاله اكتر من موسم و2. هو فين التحليل وفين القياسات وفين المدربين اللي عندكم؟ هي كلها ماشيه مجاملات. هو مفيش حد قادر يواجه حد ويتكلم. انا شايف ماتش النهارده بدي الكريدت لواحد بس، اللي دماغ ثعلب، هو اللي هيكتب اسمه في الكومنتات صح. وائل جمعة بعد الجون التاني قام ما هموش اي حاجة، راح للمدرب قال له انت غلطان، قال له اعمل 1 2 3 يا باشا. الثغرات موجودة، انت في فرق ما بين الباك اليمين والسنتر باك. ازاي؟ اول ما بدأ يتكلم وائل جمعة الاهلي تعادل، واعتقد والله اعلم ان هو سبب تغييرات الشوط التاني وسبب التحركات. هرجع واقول انا مش عايز اتكلم النهارده. احنا فرحانين عشان الدوري رجع، وفرحانين ان الاهلي فاز، بس مرعوبين من الاداء، مرعوبين من التشكيل، ومرعوبين اكتر من اختيارات المدرب والمدرب نفسه. ودي قناعاتي وبقولها اهو من اول ماتش. ممكن اطلع غلطان واتمنى، وبما اني فتحت قلبي ليكم خدوا دي. انا شايف المشكله الكبيره بتاعت الاهلي مش جوه الملعب ولا في اللعيبه ولا في اوضه اللبس. مشكله الاهلي اكبر شويه وفوق شويه. مشكله الاهلي بره الملعب، وهي لو اتحلت كل المشاكل التانية هتتحل. كلكم فاهمين. عشان كده انا هختم بكام سؤال بجد مستني اجابات. ايه هي المشكله اللي لو الاهلي حلها هتحل كل المشاكل اللي بعد؟ هل توقعاتكم ان الاهلي الموسم ده مكمل في السقوط؟ وايه هي توقعاتكم للاهلي في الموسم ده؟ انا محمد ثعلب ودي دماغ ثعلب، شرفتوني.